يا اهلا وسهلا بكم يا احلى متابعين في فيديو جديد. وفي الفيديو ده هشارك معاكم طريقة جديدة لاخفاء التطبيقات والالعاب من على تليفوننا بطريقة سهلة وبسيطة. عايزكم تتابعوا معايا الفيديو للاخر علشان الكل يستفيد، وبتمنى من كل اخواتي لو عجبكم الفيديو كلنا ننزل تحت نضغط لايك للفيديو واشتركوا معايا في القناة وسيب لي تعليق على ذوقك. وبس كده يلا بينا نبدأ الفيديو. يا اصحابي هسيب لكم لينك التطبيق ده في اول تعليق، هتضغط على اللينك هيحولك للمتجر وتقدر تنزل التطبيق بطريقة سهلة وبسيطة. كل ما علينا هنضغط على التطبيق بالشكل ده، وهنا حضرتك هنضغط على متابعة وبعد كده السماح عن طريق بصمة الوجه بالشكل ده، وبعد كده هنضغط تم وبكده التطبيق هيفتح معانا. بس في حاجة غريبة ظهرت معايا في التطبيق فيه مشتريات، بس انا اشتريت التطبيق بطريقة مجانية. اول ما تفتح التطبيق بالشكل ده، لو حضرتك ظهرت لك الرسالة ديت هنا، لو ضغطت من هنا يبقى انت كده اشتريت التطبيق بشكل مجانا. لو الرسالة دي ظهرت لك بالشكل ده هتضغط عليها من هنا وبعد كده هتجيلك الرسالة دي ومبروك عليك حضرتك اشتريت التطبيق بطريقة مجانية. اتمنى لو الرسالة دي ظهرت لحضرتك تنزل تحت تضغط لايك للفيديو واكتب لي رسالة او تكتب لي تعليق تقول لي حضرتك ان الرسالة دي ظهرت لي. وبتمنى من حضرتك تعمل شير للفيديو ده علشان يوصل لأكتر عدد من الناس علشان تستفيد من التطبيق ده. وأول حاجة هنضغط على التطبيق وهنضغط على علامة زائد، وهنا هنضغط على اجتماعي بالشكل ده. وهنا لو عايزين نخفي أي تطبيق أو نقفل أي تطبيق هنختار التطبيق اللي احنا عايزينه. هختار تطبيق الفيسبوك وبعد كده حضرتك هنضغط تم من هنا، وهنا حضرتك هنضغط على الثلاث نقط بالشكل ده. وهنا حضرتك نقدر نخفي التطبيق أو نقفل التطبيق. أنا هقفل التطبيق بالشكل ده وبعد كده هنفعل العلامة دي، وبكده حضرتك هتلاقي تطبيق الفيسبوك بالشكل ده. هتلاقيه التطبيق اتقفل معانا ومحدش يقدر يفتح التطبيق غير لما يروح على التطبيق بالشكل ده ويلغي الاختيار ده. هتلاقي تطبيق الفيسبوك ظاهر معانا بالشكل ده. وفي ميزة تانية بيقدمها لنا التطبيق برضو، هنضغط على الثلاث نقط بالشكل ده وهنخفي التطبيق وهنفعل العلامة. هتلاقي هنا تطبيق الفيسبوك اختفى تماما ومحدش يقدر يظهر تطبيق الفيسبوك الا لما يضغط على التطبيق ويلغي الاختيار ده. هتلاقي تطبيق الفيسبوك ظهر معانا، ولازم نقفل التطبيق ده برقم سري علشان محدش يضغط على التطبيق ويلغي الاختيارات او يلغي المميزات اللي فيه. هنضغط على الترس من هنا وهنفعل الاختيار ده، وهنا حضرتك هنضيف الرقم السري اللي احنا عايزينه. انا ضفت الرقم السري. وفي برضو ميزة بيقدمها لنا التطبيق ان احنا نقدر نغير الايقونة بتاعة التطبيق، نقدر نختار الشكل اللي احنا عايزينه بالشكل ده. هتلاقي شكل التطبيق اتغير معانا، ولو ضغطنا على التطبيق مش هيفتح الا بالرقم السري اللي احنا ضفناه 4 زيروهات بالشكل ده. وتقدر تضيف تطبيقات تانية. هتضغط على علامة الزائد وهنضغط على تطبيق الماسنجر، هنضغط على علامة الزائد وهنا نقدر نضيف تطبيق واتساب بالشكل ده. تم. هتلاقيهم انضافوا معانا. هنفعل الاختيارات بالشكل ده وهنا نقدر نقفل التطبيقات. انا هقفل التطبيقات كلها بالشكل ده. نضغط على الثلاث نقط وهنا حضرتك هتلاقي التطبيقات قفلت معانا. تطبيق الواتساب بالشكل ده، وهنا تطبيق الماسنجر، وهنا تطبيق الفيسبوك. وبس كده هيكون فيديو سريع، وما تنسوش اللايك والمتابعة علشان في فيديوهات هتنزل كتير على القناة. وبس كده اشوفكم دايما على خير بإذن الله.